السلام عليكم شباب. يوم رجعنا لكم في فيديو جديد منتظر فوكس. اليوم راح أعلمكم شلون تسوون مشكلة ال FPS في اوبتيفاين وصوديوم بنفس الفيديو، وخليك مع الشرح. أول طريقة هي طريقة الاوبتيفاين، راح أعلمك شلون تركبها من اللانشر وشلون تركبها على شكل وإلى طريقة الموجو لانشر. طبعا طريقة الموجو لانشر جدا سهلة، وطبعا أنا شارح شلون تركب الأوبتيفاين. إذا تريد تروح فموجود دور عليه كيفية تقليل FPS أو الأوبتيفاين. طبعا مثل ما تشوفون هذا أنا دا يعني أسوي بالأوبتيفاين، وراح أعلمك شلون تسوي الأوبتيفاين وإعداداته. ملاحظة بسيطة، هذه الفريمات هاي على حسب شاشة جهازك، باقي الإعدادات فكلنا لازم نسويهن مثلي، ما عدا أكو إعداد اللي هو فاست رندر، هذا قدامكم لازم تسووه على مودي وأنا نسيته بوقتها. وهاي أعرفكم شلون الحساب الأصلي، راح هسه شوية وأعلمكم بنص الفيديو أعلمكم شلون تجيبون نفس هذا الحساب الأصلي وبطريقة مضمونة جدا. كما تشاهدون هنا راح نسوي الصوديوم. طبعا الصوديوم على إصدار أو مو الأوبتيفاين، عفوا الفابريك هو لا يعني لازم ننزل له مود مساعد اسمه فابريك باي. والصوديوم أيضا، بس الصوديوم شرحه هسه إنه راح يصير سريع، ولكن الفيديو الجاي راح أعلمكم شلون تسوون الصوديوم وشلون تضبطوه، لأن أني بهذا الفيديو ما سويت الأوبتيفاين عدل. أخذ ثواني من وقتك، راح يصير فاصل عنواني وراح يفيدك جدا جدا جدا. هل مرة بحياتك سألت روحك وقلت ليش وقت أبقى بدون حساب أصلي؟ فأحس قناة التليجرام مال صاحبي هي الأمثل إلك. إذا ما عندك فلوس فأول 5 مشتركين بهالقناة لهم حسابات أصلية، وكل يومية مسابقات وجوائز، وإذا تشتري حساب يعني الربط على إيميلك بأسعار جدا جدا مناسبة وحلوة. وإضافة إلى ذلك بها مودات ومود باكات، ينشرون ريسورس باكات. إن شاء الله كلكم خليك مع الشرح. طبعا إذا رحتوا لغير يوتيوبر راح تلقون هواية إعدادات، يعني هسه من دخلنا الصدم تلقون هواية إعدادات. السبب لأنه أنا واحد شغلين أكو مود مساعد اسمه الصوديوم إكسترا، هو اللي يسوي إعدادات هواي ويسوي بعض الإعدادات. إن شاء الله راح أشرح لكم على الصوديوم كامل يعني، ويعني خليكم مع الشرح. بس يعني مش اسمه هذا الشرح يعني مش أقول لكم إنه أقوى شرح، لا أكو بعد أقوى، وإن شاء الله راح أنا أنزل لكم إياه. ولينا وصلنا للفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك واشتراك، وشوف لا شغل. في أمان الله.